سنة 2020 العالم كله شاف خبر مرعب. للحظات الدنيا كلها اتقلبت فوق بعض وبالتحديد في أمريكا. لا استنى، ده مش بس أمريكا، ده الدول العربية والأوروبية كلها. العالم كله لما شاف الخبر زي ده بجد اترعب. واللي حصل إن نزل أخبار على صفحات مشهورة باختفاء ألعن وأرعب دمية في العالم. الدمية أو العروسة اللي قدامك دي كانت سبب في ألعن وأرعب قصص حصلت في العالم. وفكرة إنها اختفت من المتحف دي لوحدها كارثة. وعارف إنك بتقول إيه الضحك ده، وخلي بالك ما تستقلش بيها، دي ممكن تسبب كوارث في البلد وتعمل جرائم وتأذي ناس بجد، لدرجة إن اتعمل منها أفلام مرعبة وبقت واحدة من أكبر الأفلام المرعبة في العالم. عارف الموضوع بالنسبة لي غريب، لكن إزاي عروسة لا ما يقدرش تعمل اللي أنت بتقوله ده؟ خلينا نرجع الأهم، إن لما كل الصحفيين لما راحوا مكان المتحف وبدأوا يعملوا مقابلات، وكان رد المسؤولين اللي هحكوا لك في القصة دي كان كارثة حياة لأمريكا ولكل الدول بجد. مساء الفل عليكم واهلا بيكم في قصه حقيقيه جديده. انا سالتكم على المنتدى، انا معايا قصه حلوه ولكن مش طويله قوي، فانتوا طلبتوا القصه دي. ومن غير ما اطول عليك، كل سنه وانتم طيبين، العيد داخل علينا، فانت فاهم بقى، حضر سحورك الجميل والطقوس بتاعتنا بقى، وشد بطانيتك كويس وجمع الحبايب حواليك، ويلا نبدا. من حوالي شهر بالظبط، شهر 1 يوم 3/2026، أجواء هادية جدا ومخلص مذاكرتي لأن امتحاناتي أصلا فاضل عليها أسبوع. وأنا دايما لما بخلص مذاكرتي أو مشاويري أو أي حاجة بحب أقعد في الأوضة شوية، أقعد على السرير وأمسك تليفوني وأفتح على تليفوني على برنامج انستجرام، بشوف رسائلكم، بقلب عليه شوية وألاقي لك فجأة رسالة غريبة مبعوتة لي من حد منكم. إزيك يا درش، عامل إيه؟ أنا اسمي زينب، أنا متابع فيديوهاتك بقالي فترة وعايز أطلب منك خدمة ضروري 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 3 مرات، واكيد محتاج رقمك ضروري ارن عليك لان صعب اوي احكي لك هنا. بصراحه انا مش بدي رقم لحد، وكنت متردد وقلقان كده. دي بنتي يا معلم، رحت بعت لها رقمي، وعايز اقول لك يا درشاوي منك ليها، انا في اقل من 3 دقايق لقيت تليفوني بيرن. الو، انا يا درش زينب اللي انت بعت لها رقمك على الانستجرام. تمام، اهلا بيك يا زينب، انت كنت عايزه تكلميني تحكي لي حاجه، اتفضلي سامعك. والغريب اللي لاحظته ان صوت زينب مش صغير، حد حاجه و20 سنه. فبدات هي تاخد نفسها وتبدا قصتنا. قالت لي انا مامتي وبابايا متوفين بقالهم سنه، وعايشين مع جدتي انا اختي الصغيره اللي عندها 9 سنين، وحياتنا مستقره جدا وبركه ورزق الحمد لله. لحد من اسبوعين كده دخلت على اوضه اختي ابص عليها، ولقيتها قاعده في اوضتها بتلعب مع العروسه بتاعتها. فانا ما اهتمتش، وخارجه لفت انتباهي العروسه اللي هي بتلعب بيها. العروسه دي جديده، فسالت اختي الصغيره اللي اسمها مايا وانا مستغربه، مايا ايه العروسه اللي معاكي دي وجات لك امتى وازاي؟ شكل العروسه غريب قوي وملفت. قالت لي جارتنا طنط اسماء اللي فوقينا اديتها لها هديه الصبح. انا اترعبت وملامح وشي كلها اتخضت. اولا احنا عماره 5 ادوار واحنا في الدور الرابع، والعماره اصلا محدش ساكن فيها غيرنا، واحنا وشويه شباب واخدين سكن ليهم تحت. يعني يا درش مفيش واحده ست في العماره غيرنا وجدتي. كبرت دماغي وما اهتمتش، وتعدي الايام يوم والتاني وحالنا كله اتشقلب. بقيت لما بخش البيت بحس بخنقه وعصبيه شديده. البيت دايما فيه مشاكل وخناقات انا وتيتا على حقيقه عبيطه قوي، واختي دايما اللي محبوسه في اوضتها وعماله تكلم نفسها مع العروسه الغريبه دي. وعد يا معلم الكوابيس، والنوم ده بقى رعب بالنسبه لي. فبكلمك دلوقتي يا درش بدردش انا واخويا الصغير، لو عندك حل قولهولي. انا قلت لها وانا باخد نفسي وبفكر، طب معاك صورة العروسة دي تقدر تصورها لي اشوفها؟ قالت لي انا كنت مصوراها وهبعتها لك حالا. وقفلت معايا وفي ظرف ثواني بعتت لي الصورة وقعدت تحمل شوية، وشفت الصورة ومن كتر الخضة مسكت تليفوني ورميته في الارض، وجبت التليفون تاني وعملت لها بلوك من كل حتة. دي مش عروسة لعبة يا زينب، دي أنابل، دي روح شيطانية على شكل عروسة قماش، وقصتها حقيقية. قصتنا بتبدأ سنة 1970 وبالتحديد في أمريكا في ولاية كونيتيكت، لبنت اسمها دونا عندها 20 سنة. دونا بنت شابة جميلة جدا وشغالة ممرضة في إحدى المستشفيات. وفي يوم من الأيام يجي عيد ميلاد دونا ال21، ودونا بسبب أسلوبها الرقيق وحب الناس ليها جالها كمية هدايا فعلا فظيعة. فروحت على بيتها اللي ساكن معاها في نفس البيت صاحبتها إنجي برضو من نفس سن دونا عندها 20 سنة، وهما الاتنين عايشين مع بعض في البيت سوا. حلو الكلام زي الفل. زي ما قلت ان دونا جالها هدايا كتير، فقررت انها تفتح الهدايا اللي جات لها. ومن ضمن الهدايا لقيت هدية غريبة جدا، وهي دي بطلة قصتنا. عروسة قماش عادية متغلفة تغليف محترم، وطلع منها ريحة مش وحشة ولا حلوة، ريحة مش مفهومة. ده غير شكلها الغريب واللي ما يطمنش. دونا وإنجي بيبصوا عليها واستغربوا،
يعني اللي حب يجيب لي هديه انجي ملقاش غير العروسه دي. ما عنديش مشكله، بس ملقاش غير دي. وراحت حطت العروسه على جنب وخلص اليوم. تعدي الايام ودونا بدات تلاحظ حاجات غريبه بتحصل لها. العروسه اللعبه او القماش كل شويه في مكان مختلف. يعني هي فاكره متاكده انها حاططها في الصاله على الكنبه، بتخش اوضتها بتلاقيها موجوده على السرير. الله، تسيبها في الاوضه ومتركزش، تخرج من الاوضه تلاقيها في المطبخ. وكل ما تسال انجي تقول لها انا ما اعرفش، انا اصلا ما بحبش العروسه دي. لان انجي برضه كانت بتحس بنفس الاحساس الغريب ولكن ما اهتمتش. تعدي الايام ومش هنركز، لكن برضه هنا بيبدا الرعب. دورة تصحى من النوم تلاقي ان في حد كأن قاعد على صدرها، نفسها تقيل. وتصحى دول تتفاجئ ان العروسه اللعبه قاعده فوقيها على صدرها. هنا قعدت تصرخ وتصوت، وانجي صحيت، وكل الجيران بسبب صوتها العالي صحيوا واتجمعوا عندها في البيت. والناس بيسالوها في ايه، عماله تصرخي في ايه. دول عماله تنهك كده وخايفه، وشرحت لهم الموضوع باختصار. وكان الرد غريب. طبعا احنا لو مكان الجيران اكيد هنتريق عليها. شويه بنات مراهقين قاعدين لوحدهم، طبيعي يخافوا من اي حاجه. ازاي يعني يا بنت عروسه لعبه هتموتك؟ وكل واحد قاعد يضرب كف في كف، وكل واحد رجع على بيته. ولكن ظهر واحد من اللي كانوا واقفين قال لهم انا مصدقكم وعندي فكره حلوه. انتوا تجيبوا شيخ بالبلدي كده يشوف لكم قصه العروسه دي ويشوف لكم البنت ده بالمره. البنات بيسمعوا الكلام وما صدقوا، وفعلا في ظرف ساعات انجي ودونا ما كدبوش خبر، وجابوا حد مختص يشوف لهم ايه القصه. الشيخ دخل البيت وقعد يبص العروسه والبيت شويه وبيتجول فيه، وكان الرد بتاعه غريب وصادم. انا عايزك ما تسرحش مني، لاننا هناخد القصه دلوقتي من قصه عاديه لفيلم اكشن. الشيخ قال لهم بصوا، العروسه دي ساكنها روح طفله اسمها انابل. وباختصار شديد كده، انابل دي طفله صغيره ماتت من سنين في ظروف غامضه، وهي حاليا روحها ساكنه في العروسه دي. بس مش ده الغريب. الغريب انها بتعمل كل ده عشان عايزه تعيش وتعرف تتحرك معاكم. هي مش مؤذيه ولا حاجه، انابل بس عايزه يكون لها اصحاب ويكون لها عيله تانية معاكم. وبغباء البنت اتأثروا جدا بكلام الشيخ وقرروا ان هم يقعدوها معاهم، ودي كانت اكبر غلطة هتكلفهم عمرهم. عشان تعدي الايام وقرر صاحبهم لو يبات مع انجي ودونا في البيت معاهم. تعالى يا لو اقعد معانا شوية، وبالمرة اقعد بات معانا. ولو دخل ينام في الأوضة لوحده، وانجي ودونا في أوضة تانية لوحدهم. ولو نايم عادي في الأوضة لوحده، وصحي حس ان في حد بيخنقه. لو صحي من النوم مرعوب واترعب من اللي شافه. لقى جروح قوية على صدره وبارزة من التيشيرت، وفضلت الجروح دي تنزف قدام عينيه وفجأة اختفت. لو على طول جري من اوضته وراح على طول على أوضة انجي ودونا، وفضل يرزع ويخبط على الباب وهو جسمه بيترعش. يا انجي يا دونا الحقوني. وفعلا الواد فعلا مخضوض، واول لما فتحوا له الباب الواد دخل بينهك كده. والبنات قالوا له في ايه، مالك في ايه، وحكى لهم كل اللي حصل. دونا وانجي بيسمعوا الكلام وسكتوا كده وخايفين، واتأكدوا إن في حاجة غلط. دي مش روح طفلة زي ما الشيخ قال لهم. ومعلش يعني وأنا بكتب القصة دي أنا سألت نفسي سؤال مهم، إزاي عروسة لعبة توصل إنها تتحرك وتخنق وتموت حد بجد؟ وكنت بسمع الأحداث اللي بقولها لك دي وبقول هو ده بجد. لكن خلينا نرجع لقصتنا لحاجة إنجي ودول عملوها، وبجد هتغير مجرى القصة تماما. في الوقت ده في أمريكا سنة 1970 كان في محققين مشهورين جدا، والاتنين متجوزين وهما إد ولورين وارن. الاتنين دول مهمتهم يحققوا في أي حاجة لها علاقة بالظواهر الغريبة. أي حاجة غريبة مش مفهومة بقى زي السحر أو القصة دي بيحققوا فيها. وفعلا دونا وإنجي قدرت توصل من المحققين دول وحكوا لهم كل اللي حصل، وخدوا منهم ميعاد. المحققين دول هيروحوا البيت عند إنجي ودونا يشوفوا العروسة ويفهموا القصة. وراحوا البيت عند دونا وإنجي وشافوا منظر العروسة، والرعب زاد اكتر. قالوا لهم العروسه دي مش جواها روح طفله زي ما انتم بتقولوا، مستحيل، ده كيان شيطان عايز يقضي عليكم، والمرعب انه هيسكن في البيت ده. يعني مهما حاولتوا ترموا العروسه، تحرقوها، تعملوا فيه اي حاجه، هترجع تاني وهتأذيكم. واقترح عليهم يجيبوا كاهن او شخص يصرف روح العروسه نابل من البيت، ويعملوا طقوس طرد الارواح، او بالعربي كده عندنا في مصر طقوس صرف الجن. دي ممكن نعمل عنها قصه في سهره الدرشويه، لان انا ليا تجربه مرعبه في الموضوع ده. فلو حابين نعمل سهرة وقصتي في الموضوع ده عرفوني في الكومنتات. المهم بقى ان هم جابوا شيخ او كاهن، المهم ان هو شخص بيصرف الارواح، ومع كل مرة بيحاولوا يصرفوا فيها روح انابل تحصل كارثة. خبط واصوات وحاجات متشتغلش وحاجات تتكسر، لدرجة ان البيت اللي هم فيه ولع بالكامل، وناس كتير جدا اتأذت وهما بيحاولوا يصرفوا روح انابل. وبعد معاناة طويلة وبعد خسائر كتير جدا
قدروا يصرفوا بالفعل روح أنابل، وكل مكان العروسة دي كانت بتروحه كانت بتعمل مصايب ملهاش آخر، وبيقال إنها ممكن تأذي ناس كتير جدا وممكن توصل للموت، وأي مكان بتبقى فيه الفقر والحزن والرعب بيحل عليه، لدرجة إن كمية الأفلام الرعب اللي اتعملت بسبب العروسة دي ولما انتشرت في كل حتة في أمريكا كانت مرعبة، وبقت واحدة من أكبر وأرعب أفلام الرعب وأرعب قصة حقيقية أنت ممكن تشوفها. طب تفتكر معايا القصة خلصت؟ خلينا نرجع لأول حاجة أنا حكيتها في المقدمة، ليه الدنيا اتقلبت بسبب إن العروسة أنابل اختفت ومش موجودة؟ وفي معلومة أنا ما قلتهاش، بعد اللي حصل مع دونا وإنجي المحققين إد ولورين وورن خدوا العروسة دي وحطوهم في المتحف عندهم، ولما بحثت ودورت اكتشفت إن المحققين إد ولورين وورن عاملين متحف في القوة بتاع بيتهم وحاطين فيه كل الحاجات اللي اكتشفوها في رحلتهم من الظواهر الغريبة، واكيد من ضمنها ايه؟ العروسه انابل. والمتحف ده موجود فيه كل حاجه مرعبه انت ما تتخيلهاش، وحاليا المتحف ده مقفول من سنه 2019، لكن بيقال ان هيتم فتحه قريب. طب ليه بقى؟ عشان في شهر 8 سنه 2025 اشتهر الممثل الكوميدياني مات رايف وصديقه ألتون كاستي، وقالوا ان هيتم فتحه قريب جدا لكن ما حددوش. يا عم درش، مش العروسه اختفت سنه 2020 وانت وديتني سنه 1970 وجريت بينا على 2025، فين الحل؟ طيب في سنة 2020 بعد الجدل اللي حصل في أمريكا والدول كلها باختفاء العروسة أنابل، نزل فيديو على يوتيوب لواحد من مسؤولين المتحف بتاع إد ولورد وورم، وكان بيتصور فيديو جنب العروسة في القفص بتاعه بيقول العروسة زي ما هي، لا اختفت ولا سافرت ولا أي حتة، وكل اللي اتقال إشاعات، ووقتها ما كانش حد يعرف القصة دي، لكن لما عرفوا قصة العروسة الملعونة اللي أنا بحكيها لك النهاردة وعرفوا إن هي لسه موجودة في القفص بتاعها، العالم كله ارتاح. محتاج اسمع رايكم في الكومنتات، مصدقين الكلام ده كله رغم ان كل حرف انا بحكيه فعلا حقيقي ولا ايه؟ مستني رايكم وبس كده.